بس الميزه في الاديوكيشن ان انت لو شايف ان انت مش مسؤول فانت اللي هتضر نفسك. مفيش حد مستنيك. الجامعه ماشيه وبتطلع في الرانك عادي جدا. مش هتلبسها في حد غيرك. انا في فيديوهات عايز اوريها لك. اوكي عايزين راك يا باشمهندس. اوه هوت ستاف. الفترة اللي فاتت دي طلبة كتير خلصوا الميدترمات بتوعها، وفي شوية طلعوا منتصرين وشوية طلعوا باكئين، وفي شوية دعوا على المعيدين اللي عندهم اللي عملوا لهم الميدترمات دي. فاحنا النهاردة معانا واحد من هذه المعيدين اللي الناس بتدعي عليهم. لا بصراحة من احسن المعيدين اللي اتعاملت معاهم في الكلية، ومن اكتر المعيدين اللي فعلا بيحبب الطلبة في المادة. بس عايزين نسمع منه عمل ايه في الميدترمات الفترة اللي فاتت دي. انت باشمهندس احمد تامر، انت صفيت كام طالب الميدترمات اللي فاتت دي؟ والله يا جماعه مش عايزين نتكلم في البيزنس قوي. بس مش حته صفيت، بس للاسف الشديد في ظاهره كده بتحصل ان الطالب بيفضل شغال طول السنه بسيكونس معين، ومن ثم اول ما بيجي الميد تيرم السيكونس دوت كله بيبوظ. احنا المفروض الميد تيرمات بتبتدي من الويك السادس لحد الويك الثامن، ساعات بيبقى بيطول مثلا الويك التاسع لو في حاجه اتاجلت او حاجه. انت عندك من 6 ل 9 دولت بنسميهم ايه؟ ويستفول ويكس، اسابيع مهدره في حته ايه؟ الواحد بيبقى عنده امتحان واحد بس ميد تيرم في الاسبوع على سبيل المثال، او امتحانين، تلاقي ان في 5 ايام من الاسبوع طايرين بتعمل فيهم ايه؟ بذاكر الميد تيرمين، وهو ما بيذاكرش الميد تيرم. هو بيبقى بيجي له حاله كده من حته ايه؟ ان انا ورايا ضغطه كبيره قوي، ويفضل هكذا بقى طول الاسبوع لحد ما يلاقي ضغطه كبيره بكره. هو مضغوط من التفكير في انه واخد ضغط، بس مش مضغوط من المذاكره. دايما الناس بتقلق من حته انا الميد تيرم ده عليه درجات كتير قوي، وده عليه شغل كتير قوي، والسمستر كله بيعتمد عليه. الناس بتفتقد بقى نقطه مهمه قوي، ان انت عندك من الويك السادس للويك التاسع انت عندك حوالي 3 اسابيع من الليكتشرز والتوتوريالز، الحاجات الجديده يعني تبقى موجوده في الفاينل انت بقى بتنساهم. فايه اللي بيحصل؟ انت بعد ما بتخلص الميد تيرمات تخش في نقطه انا خلاص انا الحمد لله ذاكرت الميد تيرمات، اكتشف ان انا في 3 اسابيع ضايعين مني اصلا. اكتشف ان في اسابيع كتير جايه، يعني لسه في حاجات مذاكره جايه كتير قوي. فبتبدا اول ما تخش بقى من الويك السادس تبدا بقى لحد الفاينل عمال تحارب حاجه، علشان انت للاسف ما استغلتش وقتك صح. التايم مانجمنت عندك ما كانش احسن حاجه. في ظاهره بتحصل للطلبه بقى، يعني حته ايه؟ انا هو بيقول لك ان هو بيقعد يذاكر كتير وبيضح وهكذا، بس للاسف الشديد بيوصل لنقطه طب ما انا كده هغش مثلا، او كده الدفعه كلها هتسقط، فانا بالتالي الكيرف هيظبط عادي وهنجح. يعني في ناس كتير قوي بتقتنع بهذا. واسهل طريقه بقى خالص ان احنا بقى خلاص احنا ظبطنا ذاكرنا اللي علينا، ان شاء الله الباقي بقى هنغش مثلا، الدكتور مش هيبقى مركز، المعيد مش هيبقى مركز، قصه بقى كده مش احسن حاجه بتحصل. في حاجه بتحصل اسمها STG، هي شورت تيرم جراتيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني الطالب بيبقى خلاص المفروض طول الاسبوع بيذاكر عشان ميد تيرم واحد، عايز يمتحن الحاجه الصعبه دي قوي او ياخد الاكشن الكبير قوي دوت ويجيت ريوردد في ساعتها. ازاي؟ انا مثلا قعدت من اول اسبوع، من اول يوم الاحد 2 3 4 والامتحان الخميس عمال اذاكر ودح على اعتبار ان انا بذاكر وبدح. انا ما بذاكرش ولا بدح، انا واحد عادي دخلت الميد تيرم ابيض او مش ابيض، يعني عارف شويه عن المنهج، عارف شويه حاجات بتاع، عندي شويه معلومات عامه، شويه حاجات كده حلوه. انا محتاج ان انا اغش، انا ما ذاكرتش، ما لحقتش اذاكر لاسباب غير معلومه كلها صعبه قوي، ميد تيرمات بقى واساينمنتس ومذاكره وشغل وجيم فانا للاسف انا ما كانش عندي وقت، الكليه مش احسن حاجه، والدكاتره بيضغطونا والمعيدين بيضغطونا، فانا مضطر للاسف الشديد ان انا اغش. طب باشمهندس، هو الريليشن دي اللي اتحطت ان الطالب اهم حاجه عنده الدرجات، مما ادى انه داخل يغش مش داخل يذاكر، الريليشن دي اتحطت ان يعني الطالب هو اللي عملها ولا اتفرضت عليه من السيستم اللي موجود؟ لان في طلاب كتير بيكونوا اول ما داخلين الكليه بيكونوا داخلين، وعلى فكره انا في الكليه انا برضو ما كنتش احسن حاجه، يعني عادي كان في مواد كنت بغش فيها وكده،
بتبقى وانت داخل الكليه في الاول خالص انت بتلاقي ان انت عندك عزيمه وعايز تذاكر، ما انت برضه داخل هندسه، انت ما كنتش بلح قبل كده، انت كنت كويس. بس لما دخلت جوه اكتشفت لا، مش شرط خالص مع ان انا بذاكر مع ان اجيب درجات، والدكتور مش هيبقى فارق له انت ذاكرت ولا لا، الورقه بتاعت الامتحان مش فارق لها انت ذاكرت ولا لا. لو حصل لك ظرف محدش بيسمي عليك، فبتبقى ايه، بتبقى علاقه بين الدكتور والطالب او المعيد والطالب، هي علاقه انا بيني وبينك درجات بس. فمن هنا بيوصل الطالب لحته انه ممكن يغش، ممكن بيبدع بقى في الطريقه اللي يعرف يلم بيها الدرجه. انت شايف انه انا دي من وجهه نظري انا كطالب، انا ما كنتش معيد قبل كده فما اقدرش اديك وجهه نظر المعيد في الموضوع، فحضرتك شايف ايه؟ طيب خليني احكي كده قصه لذيذه جدا. انا فعلا وانا في الكليه ما كنتش بغش خالص. ماشي، كان في ممكن شويه اساينمنتس او حاجه اعمل جزء منها او حاجه، لكن ان انا اغش في كويز ميد تيرم او فاينل مستحيل كانت تحصل. ده بسبب بسيط جدا، ان انا عندي اقتناع شخصي بحاجه مهمه قوي. لو انا في حاجه غشيتها which means ان انا خدتها وهي المفروض ما تبقاش بتاعتي، هتترد لي في حاجه تانية، سواء في نفس الحاجه او في حاجه اكبر او في حاجه حياتيه. ساعتها دي مشكله كبيره قوي. فانا دايما كنت حاطط الجول دوت قدامي. طيب سؤالك بقى في حته انا دلوقتي اللي بيني وبين الدكتور شويه درجات، فانا التارجت بتاعي ان انا خلاص محتاج اطلع درجات وات ايفر الميثود بتاعتي. انا وانا في رابعه تخصص اللي هي اخر سنه اكتشفت حاجه غريبه جدا. اكتشفت ان احنا بقالنا 4 سنين في الكليه بنذاكر وبنمتحن وبس. يعني ايه؟ يعني انا قاعد بذاكر طول السمستر وبخش الميد تيرم بخش الفاينل بجمع جريدز. طب وات اف ان انا اغير الميثود اوف ثينكينج، الاوتبوت بتاعي؟ يعني انا بذاكر الانبوت بتاعي مذاكره والتايم وانرجي وشويه حاجات حلوه كده، والاوتبوت بتاعي شويه جريدز شويه درجات. طب واي نوت ان انا اسبند تايم ايفورت انرجي مذاكره علشان الاوتبوت بتاعي تبقى حاجه حياتيه؟ يعني ايه؟ يعني انا في اخر سمستر كان في شويه مواد دي هي حياتي فيما بعد. انا لو ذاكرت دي انا عارف ان انا بعد ما اتخرج هشتغل دي وهعمل كذا فيها وهكذا. ده بقى التارجت بتاعي. عشان كده انا كنت في الجي بي يعتبر واخد كل الجي بيات، واخد يعني اوتموست، يعني لو كان في حاجتين اختيارين انا كنت باخد الاثنين، عشان انا عارف ان دوت هيفيدني فيما بعد. I didn't care خالص على الدرجه، ما اهتمتش خالص، مع ذلك جبت درجات كويسه، بس التارجت بتاعي غيرته. فبالتالي هو انا بغش ليه؟ عشان اجيب درجات؟ لا. طب هو انا بغش عشان الحاجه دي تنفعني في الحياه؟ طب ما الغش ده مش هيودينا حته. فبالتالي بقيت بعمل كده علشان ده فعلا يفيدني في حياتي. فالطالب دلوقتي بقى بيدور على اسرع طريق. انا عايز اخلص، هو ما يعرفش ان دوت هيوديه في داهيه، ما يعرفش ان دي هتبقى مصيبه. طيب السؤال برضو هنرجع شويه، هو اللي بيحصل دوت او الترمينولوجي اللي محطوطه قدامي او عليا انا كاكزامبل بسبب الدكاتره ولا المعيدين ولا السيستم كله ولا ايه؟ خلينا نعمل زوم اوت كده شويه، بعيد عن هندسه، بعيد عن ان الناس بتقول ان هي اصعب كليه. يا ماشي اصعب كليه، بس احنا كنا في مدني اسهل قسم، فبالتالي ما يعتبرش ان دي من اصعب الحاجات. وهقول لك بالظبط هي سهله ولا صعبه في نقطه فيما بعد، بس يعني خلينا في النقطه دي. لو انا رحت كليات اخرى، طب ما تجاره ما هي صعبه، اداب صعبه، طب صعبه جدا، اعلام صعبه، بس الناس ما بتحسش بالصعوبه دي ليه؟ عشان مش مهتمين، عشان دخلوها وهم في جزء منهم مش مهتم. هو يعني قصدك العلم صعب بس تطبيقه هو اللي متهاون فيه، فبالتالي بتبقى كلية سهلة. بالظبط، احنا داخلين هندسه اصعب كليه في الوجود، فبالتالي اكيد الكويز هيجي صعب، الميد تيرم هيجي صعب، هو كده بيجي صعب. هو بعيد بس يعني هو مش بالصعوبه اللي احنا متخيلينها، ان انا محتاج اضيع اسبوع كامل من حياتي، اوقف حياتي كلها عشان اذاكر وفي الاخر اخش اغش. it doesn't make sense. هي مش بالصعوبه دي ومش بالطريقه دي، بس التفكير ذات نفسه في الموضوع هو الصعب. يعني دلوقتي انا اتخرجت وبشتغل فعلا بالكلام اللي انا درسته، ده اصعب كتير جدا ما انا كنت بذاكره. المعلومه كانت بتجي لي على طبق من ذهب زي ما بيقولوا. دلوقتي انا بجري على المعلومه عشان الاقيها، اذا كان الريسورس ده صح ولا غلط. انا في ازمه دخلت فيها ان احنا كنا بندور على حاجه في الاي سي اي كود، ليميت كده معين للدريفتنج والديفليكشن، جبت من مرجع واشتغلت بيه، اكتشفت ان المرجع ده كان غلط، مش ده الصح، مش دي الفاليو. في الشغل كامل لمده شهر ضاع كله، ده بسبب غلطه ان انا ما دورتش الصح. فالكليه ما كنتش كده، في الكليه كانت بتجيلي الحاجه وكانت بتجيلي صح. فالناس كلها بقى مدركه حته ايه، انا الكليه دي بالنسبه لي فتره انتقاليه، فانا محتاج ان انا اغش او محتاج ان انا وات ايفر اللي انا اعمله عشان اجيب درجات على اكبر قدر منها واخلص.
انت المفروض الجول بتاعك ما يبقاش كده، وللاسف انا اكتشفت الجول دوت متاخر شويه. ففي حد هيجي يقول لي طب يعني انا بذاكر كالكولس ليه او الجبرا ليه؟ يعني ده اللي هيفيدني يعني شويه الحسابات دي اللي هتجيبني على الاقل هتنشط شويه من ذاكرتك، هتخليك ذكي شويه، هتستخدمها في شغلك في حياتك. فونس ان انت تبدا تحط كل سبجكت عندك في حته ان دي هتفيدني في حياتي، تفكيرك في الموضوع هيختلف. خليني اقول لك على حاجه يا عمر، انا مش متذكر ان في طالب جالي وقال لي هو اللي احنا بنعمله دوت هعمل بيه ايه بعد كده. انا كنت دايما بسبق الطلاب وانا اللي اقول لهم على كده من اول الليكتشر او من اول التوتوريال بتاعتي، اخش يا جماعه احنا هنشرح 1 2 3 ده بنعمل كذا عشان كذا، ده بنعمل كذا عشان كذا، واسالهم شويه اسئله واديلهم بونصات حلوه الشغل اللي انت فاكره دوت. وفي الاخر انا بشيل من دماغهم الحته دي، بس هم ممكن ما تخطرش على بالهم هو باشمهندس انا عايز بس افهم دي بنعمل لها ليه في الحقيقه. عمرها ما جت على بالهم، عشان للاسف هم دخلوا الكليه على حته انا داخل اصعب حاجه عشان اتخرج من هندسه. طب ايه يا ابني انت بتعمل ايه جوه؟ قليل قوي بقى اللي بقوا فاهمين قوي حته بدرس دوت عشان كذا وعشان اوصل لكذا واعمل كذا. دول بقى فعلا اللي بيعدوا كويس قوي، دول اللي بيبقوا متفوقين جدا ومش لازم يجيبوا درجات حلوه بس عارفين هم بيعملوا. انا عندي سؤال باشمهندس، حضرتك دلوقتي لما كنت في الجامعه وانت طالب، بدون مسميات، بس اكيد كان في اكسبشنز، كان في دكاتره برضو لما كانوا بيتعاملوا كنت بتحس ان المعامله مش فير شويه، كنت بتحس انه مش باخد يعني الناس دي مش مهتمه بمجهود انت عملته ولا لا، هو في الاول وفي الاخر هو شايفك هو حاطط الدرجه في دماغه من الاول، او هو عنده كيرف عايز يعمله، عنده statistics عايز يخلصها. من هنا انا اعتقد الطالب لما المعيد اول ما بيتخرج بيبقى معيد طيب جدا، اي معيد بيبقى طيب جدا لحد ما بيتعامل مع طلبه ويشوف الطلبه بيعملوا ايه، بعد كده تدريجيا بيبقى معيد شرير، بعد كده بيبقى دكتور شرير. ودي انا مدركه، بس خلي بالك ان نفس التسلسل ده موجود عند الطلبه. الطالب بيبقى داخل متحمس وعايز يذاكر وعايز يعمل، لحد ما يبدا يتصدم في الدكاتره اللي هم بقوا كده من الطلبه اللي اتعاملوا معاها قبلهم. فهو لما بيتصدم بالدكاتره دي وبيتصدم بالسيستم ده بيخش بقى في حالة لا انا الناس دي مش فارق لها انا بذاكر ولا لا، الناس دي مش فارق لها، انا احصائية بالنسبة لهم، فانا خلاص انا هعمل اللي اعمله عشان اجيب درجة. يعني حضرتك لما كنت في الجامعة ما عداش عليك حتى اي سيناريو زي ده؟ طيب للاسف الشديد احنا بنتذكر بس الناس اللي طبعا انا اسف ان قطعتكم الحلقه الممتعه جدا دي مع باشمهندس احمد تامر، بس باشمهندس احمد تامر عنده شركه بيدي فيها كورسات، من كورسات انا استفدت بيها جدا وخدتها، بيدي سي في اند ريزومي رايتنج، بابليك ريليشنز، ديجيتال ماركتنج وستراتيجيك ماركتنج، حاجات كتير ممكن تستفيد منها كمان وانت في الجامعه، هتفيدك اكتر بعد الجامعه، والديجيتال ماركتنج بالذات هتستفيد منه وانت جوه الجامعه كمان. وكمان برضو في واي كيو سي لما بتشترك في كورس، بعد الكورس ده انت بيدخلوك في التريننج، ما بتدفعش اي حاجه زياده برضو بتمن الكورس، سينيور بيتابع معاك يتاكد ان خلصت تاسكاتك وتنزل على ارض الواقع عشان تابلاي بقى اللي انت اتعلمته ده. فده هيطلعك بخبره كبيره جدا لو انت لسه في الجامعه واتخرجت، وبرضه لو انت اول ما تتخرج هتكون محتاج الحاجات دي كتير، هتفيدك كتير وهتوفر عليك شوط كبير قوي في الشغل بتاعك. هنحط لكم الكونتاكت تحت بتاعهم، ادخل كلم التيلي سيلز بتاعهم ببرومو كود YQC X جوده وهتاخد 30% ديسكاونت. يعني ما كانوش احسن حاجه معانا، ودي حقيقه، وللاسف انا في اكزامبلز كتير جدا في دماغي، ومش دكاتره بس، معيدين كمان. لما انا فتحت الشركه بتاعتي وبدات ان انا اجيب انستراكتورز وبدات ان انا اودي ناس تشرح حاجات، بدات ان انا اراقبهم، بعمل زي سايكولوجيكال ستادي كده عن الانستراكتورز وعن الطلبه وستايلهم واسلوبهم. اكتشفت مصيبه كبيره قوي، ان مش كل المعيدين عدوا اصلا ببرزنتيشن سكيلز ولا معاهم كوميونيكيشن سكيلز. ازاي يعني؟ انت شخص الفرق بيني وبينك انت جبت جريد عاليه جدا وتعينت، لكن انت ممكن ما تكونش بتعرف تشرح، ممكن ما يكونش عندك الملكه دي، فانت في التالي المفروض ان انت ما تشتغلش ان انت تشرح للناس، ده مش شغلانتك خلاص. زي ما انا مثلا انا بعرف اشرح كويس جدا بس مش شاطر قوي، فخلاص مش هشرح عشان انا هشرح لهم كده كلام فاضي. لكن انا ما بعرفش اشرح وشاطر جدا، طب ما انا مش هعرف اشرح لهم، مش هعرف اوضح لهم المعلومه. انا فاكر اكزامبل المعيدين اللي كان عندهم برزنتيشن سكيلز قويه جدا وبيفهموا كويس جدا، انا دول حافظهم وربنا يكرمهم فعلا في حياتهم. وفاكر جدا الناس اللي كانت بتكره الطلبه، بتكره دي الكلمه دي، بتكره دي حته اللي هو ايه، تلاقيه بيتعصب اوت اوف نوير، تلاقي لما حد بيسال سؤال بيتريق عليه،
اللي هو لا انت ما عندكش غير دي، ما تتريقش عليا فيها، انت ما تعرفش امكانياتي، ما تعرفش حاجتي. الناس دي للاسف ما عدتش بشويه سكيلز، مع ان في امتحانات بيمتحنوها الحاجات زي كده وبنمتحنها، ومع ذلك وبنعدي منها عادي، حاجات كوميونيكيشن سكيلز برزنتيشن سكيلز، بس حاجات سوريه. لما بتتعينوا معيد بيبقى في طبعا امتحانات طبعا بتمتحنوها. اجباري عشان اترقى والحاجات دي هو كلها. صحيح موضوع ان بيبقى فيه امتحانات عشان يتاكدوا انت سوي نفسيا ولا لا او كده؟ مش حاجه اسمها كده، لا مش حاجه اسمها كده. حسيت مش عامة. كده، لا. بص، هو بيبقى عندك كيوريكولم كده، شويه كورسات بتاخدها في الجامعه، وبعد ما بتخلصهم انت لازم تاخدهم علشان تترقى اصلا، ولازم تعديهم. مش حاجه صعبه قوي يعني، بس بيعلمك شويه مهارات انا شايفها مهمه جدا. ناس ما بتشتغلش بيها معظمها. فاللي هو انت ماشي، انت فاهم حلو قوي وفاهم الساينس اللي انت بتشرحه، بس انت مش عارف تدهني. انا كل ما اقول لك عيد لي الحاجه دي تعيدها لي برضه بنفس الستايل، غير لي الستايل، انا مش فاهم. فلا اما ده غباء مني، يا اما انت اللي مش عارف تشرح. وفي الاغلب فعلا ده بيبقى تشالنج كبير جدا في الحاجتين. انت كبني ادم عندك الاي كيو بيتحسن عادي وبتتطور وبتفهم اكتر لما بتشرح لك بالطريقه اللي انت تفهمها. يعني الناس مثلا دماغها بيزنس، لما تيجي تشرح له معلومه ما حاول تجيبها له عن طريق الفلوس، هيفهمك حلو قوي. اول ما يسمع فلوس يعني فلوس هيركز معاك. لكن تقول له بقى خرسانه وبتاع وصب، يا باشا هو مش شايفك اصلا، شايفك جنيه ولا مش فاهمه. تمام. فبالتالي بيبدا بقى يطلع عند الطلبه. انت قلت حاجه حلوه قوي في الاول، قلت ايه؟ الطالب يبقى داخل فريشمان، هو داخل مبسوط بقى ويلا بينا بقى وهندسه وحاجات حلوه كده، يتصدم باول كويز يلاقي تاخد في عينه عادي، باش تمام، يبقى يكتشف بقى فعلا ان الكليه مش سهله، الكليه فعلا صعبه ومحتاجه ناس طف قوي. كان في دكتور انا مش متذكر اسمه قوي والله، بس كان دايما بيقول حته ايه، لو الحاجه جت صعبه، هو كان بيقول على نفسه، بيقول لما كانت حاجه دايما بتجي لي صعبه كنت دايما بقول برينج ات اون، وات ايفر بقى الحاجه الصعبه يلا بينا ندوس. يعني الجمله كنت بحبها قوي ساعتها لما بسمعها. فالناس بقى بتخش بتتصدم بصدمه الكويزات، بيتصدموا بقى اكتر لما يلاقوا دكاتره بتطلع شغلهم وحياتهم عليهم، تلاقي المعيدين بيطلعوا غلبهم وعصبيتهم عليهم. فالناس بتبقى في حته هندسه دوت معقدين. طب لا، هو الناس مش كده، ده بالعكس. هو على فكره انا عايز اقول لك ان 90% من الناس دي كلهم سوي، ناس كويسه جدا، وفي 10% ممكن ما يكونش احسن حاجه. طب ليه المعيدين بالذات؟ يعني انا لما اشوف دكتور مثلا بيتعامل مع الطلبه باسلوب قاسي شويه ببقى اوكي ماشي، انا برضو يعني عامل السن برضو بيفرق وتقدر تقول جيلهم كان غير جيلنا، حصل ترانزيشن، ممكن نبقى احنا بالنسبه لهم متفتحين اكتر على الدنيا، عندنا اهتمامات اخرى، يعني الدراسه مش واخده 100% من وقتنا، بقت واخده 60%، وبقى في 20 في حته و20 في حته، في ناس 30%. فاوكي اقدر استوعب حاجه زي كده، بس ليه المعيدين بيبقى لسه متخرج بقاله سنتين ويبقى بيتعامل مع الطلبه على ان بطريقه ان هم عارف من فوق كده شويه؟ طبعا الا من رحم ربي حضرتك لا يعني، بس بتلاقيهم بيتعاملوا بالطريقه دي وبيتعامل معاهم باسلوب مش حلو، ويقول لهم مثلا ما حدش عندي بيقفل. طب ما انت كنت بتقفل عادي لما كنت طالب. وبتبقى تحس ان هو مش بيحاول ياخد شخصية الدكتور من دلوقتي، بس هي يعني بلاش، يعني انا بسميه نقش اعمى. انك تاخد شخصية الدكتور من دلوقتي. الدكتور هو بقى كده ان هو قاسي. على فكرة في دكاترة كتير هم كانوا قاسيين معانا بس كنا بنحبهم عشان كانوا فعلا بيعلمونا وعندهم مبادئ ما بنتخطاهاش معاهم، بس غير كده كنا بنحبهم جدا. فانا بسميه نقش اعمى. ليه؟ لان انت بتاخد الوحش، الحتة الوحشة، وما بتديش الفاليو اللي الدكتور بيديه. والدكتور ده عمل المبادئ دي من جيله، انت جيلك مختلف، انت فاهم كويس عقلية اللي قدامك دي، انت ممكن تبقى فليكسبل معاه اكتر، فاهم؟ ما بيدوروش على الايزيست واي للطالب، بيدوروا على حتة كده اللي هو لازم اكون اعلى شويه من المهندس بالظبط كده. ايوه فاهم. طب ده بيتكون امتى وهو لسه متخرج؟ في اكزامبل نفسي اقوله واظن انت كمان عارفه. انا عارف الاسم. مش مشكله بقى. طيب خليني اقول على حاجه برضو، ان في فعلا دكاتره طف بس احنا بنحبهم جدا. دي حاجه مش مفهومه، اللي هو اشمعنى دوت بحبه وفي ناس ممكن تبقى طيبه وما بنحبهاش. اللي اكتشفته، انا شرحت الار سي 3 بوستنشن ستراكشر 2، مواد تعتبر طف جدا. بس في حاجه يعني ممكن اقول لك ان انا عديت بيها. انا حد بحب الناس قوي، سبيشال الطلبه، ما بحبش ابين حته اللي هو ان انا هدوس عليك او ان انا اعلى منك خالص. انا ما فيش حد اعلى من حد، كلنا سواسيه وربنا خلقنا كده. بس الفرق ان انا ممكن اكون ذاكرت شويه
زياده عنك فتعينت بس هي دي الفكره كلها. ممكن اقول حته ان في بعض المواد اللي لازم يبقى الدكتور طف فيها جدا وما يحسسش الناس ان الموضوع ايزي بيزي خالص، لازم تبقى طف علشان لو انت غلطت في حاجه زي كده في الحقيقه هتبقى مصيبه. دي مواد الديزاين مثلا، مواد الاثكس، المواد دي اللي هو ايه خلاص مفيش هزار، غلطت هتتضرب بقى بالستايل، مفيش حد بيضرب حد بس يعني هتتضرب اللي هو خلاص هتتعاقب على اللي انت بتعمله. ولازم نبقى طف جدا ولازم يبقى في رولز. في دكاتره اول ما تخش في الشرب مفيش اكل مفيش حاجه تمام، هو حط الرولز انا لازم اتبعها. في الاول وفي الاخر دي القاعه ودي بتاعته هو، احنا جايين نقعد في بيته وفي الاخر لازم اسمع كلامه. طيب حته بقى ان المعيد انت لسه متخرج اول امبارح وجاي تتنطط عليا، للاسف في مقوله كده شائعه جدا ما بين المعيدين اول ما بيتخرجوا وبيتعينوا، حته ايه لازم تبين نابك علشان الناس تبدا تخاف منك ويعرف وتحط رولز من اولها. فبالتالي المعيد اول ما بيخش بيرمي لك كده الحاجه بتاعته، يا جماعه انا بص هنا مفيش حد هيعمل حاجه ومفيش حد بينجح ومفيش حاجه، ولازم تسمع كلامي ومفيش بريكس ومفيش اكل. انت عملت كده عشان تبين للناس قد ايه انت قوي؟ لا انت للاسف ما بينتش كده، انت بينت قد ايه انسكيور. في بينت قد ايه انت انسكيور وليه مكبر الدنيا قوي كده. معلش انا اسف، هو انا لو خدت مثلا بدون ذكر مواد يعني، بس لو خدت الماده دي خلاص كده يعني ما أنا لو ما عدتش منها او لو عديت منها خلاص انا كده عديت الحياه كلها؟ لا طبعا دي جزء يعني لا يتجزأ من مليار من جزء الحياه كله. ما تحسسنيش ان انت اللي هتعمل لي ازمه في حياتي. خلي بالك من حاجه سبيشالي الطلبه اللي في الاول، هي ستراكشر طول ما كنت بشرحها الطلبه في اولى وثانيه تخصص، الشباب دول لسه ما شافوش الكليه، لسه ما شافوش حاجه في الدنيا. فلو انا عملت فيه الحركه دي من الاول هيكرهني، هيكرهني ويكره الماده ويكره الدكتور ويكره الكليه كلها. ليه انا اعمل عقده كده؟ ليه انا كاحمد لما كبرت في معيدين بدأ عليهم لحد دلوقتي عشان انت كرهتني في حاجه انا كنت ممكن اكون حاببها، وصلت لي معلومه غلط فيها، حسستني ان انا ضعيف جدا فيها مع اني كنت ممكن اكون احسن منك بكتير. ليه حسستني بحاجه زي كده؟ للاسف الناس بقى مش مدركه حته ان انا اللي هعمله النهارده هيترد عليا بكره. لو مش من الطالب هيبقى من حد تاني، كما تدين تدان، موضوع منتهي. عملت اكس هيترد لك اكس، مش هيترد لك اكس باور 2 ولا هيترد لك نص اكس، هيترد لك نفس الاكس. وكان من الدكتور، ممكن من حد اكبر منك، ممكن من حد اصغر منك. يعني للاسف الشديد سمعنا كتير ان في طلبه تطاولت على معيدين. ليه انت توصل الطالب لحاجه زي كده؟ ليه ما تبقاش انت الشخص اللي هو ايه يعني بلاش دي، بس ليه ما تبقاش انت الشخص اللي بينجيهم، اللي هو ايه الناس كلها وحشه بس انا القلب الطيب. ماشي خليك كده وخليك الشخص دوت، هيفتكروك هينبسطوا جدا بيك. مفيش طالب بيتعلم بالخشوميه دي سبيشالي من حد قريب منه في السن. يعني دكتور عنده 40 سنه على عيني وعلى راسي، حد تعب طول حياته وجاي يديني من العلم دوت، انا هشيلك فوق راسي وات ايفر اللي انت هتعمله. لكن انت لسه متخرج امبارح، انت معلوماتك ممكن ما تزيدش عن معلوماتي، فبلاش الاوفر ده. فنصيحتي للناس اللي بتخرج وبتتعين، بلاش مقوله ان انت لازم تبين نابك علشان تثبت الرولز بتاعتك والخط بتاعك. لا، في الاول وفي الاخر الطالب مش هيناديك باسمك، هينادي لك عادي بالتايتل بتاعك يا باشمهندس، وهيحترمك، مفيش حد هيتطاول عليك تمام. ما خليش طالب يقول لي مثلا يا احمد، لا يقول لي يا باشمهندس عادي وتمام. ومش هيتطور بقى بكلام او بهزار او بضحك قوي عن اللزوم، غير كده خلاص انت بيس. يعني مش معنى الرولز اللي انت حطيتها دي معناه ان هم هيقولوا عليك كلام حلو وفي ظهرك، لا هيقولوا كلام زي الزفت يعني. كلنا كنا في النقطه دي. فكون انت الشخص اللي هو ايه، ربنا يبارك لك باشمهندس، والله المقوله دي بتفرق جدا مع الناس. فاتمنى فعلا ان اي حد لسه بيبدا حياته في حته المعيد او كانستراكتور، حتى شخص منتور بيشرح، خليك البني ادم اللي يفتكروك بيه. يعني ما حدش بيفتكر حد عشان علم، مفيش حد. انا مش متذكر الصراحه، بس قليلين قوي اللي احنا نقول ايه المعيد ده كان عالم. لا، كنا دايما بنقول ايه المعيد ده كان بيحبنا، المعيد ده كان شاطر قوي، مع انه ممكن يبقى شاطر بس احنا فهمنا من شرحه، كنا بنحب، كنا بننبسط لما بيجي كده، كنا بنساله على حاجات، بنطلب منه حاجات، ناجل ميد تيرم، ناجل كويز، كان بيمشي الدنيا. ده اللي يتقال عنك، مش يتقال عليك المعيد ده كان شرير قوي بس كان شاطر قوي. مش حاجه اسمها كده. طب دلوقتي انت اشتغلت في القطاع الخاص واشتغلت برضو في الأكاديمية، صح؟ مظبوط. لما بنشتغل في القطاع الخاص فبيبقى عندك مشروع مثلا ومعاك التيم، حتى لو التيم بتاعك بالهيراركي بتاعت الشركة هم تحتك التيم ده انتوا في الاخر بتقعدوا مع بعض
احنا بنتكلم مثلا عن بيحصل عندنا، انتوا في الاخر بتقعدوا مع بعض، مبقاش حد فارق له ده التايتل بتاعه ايه، ده التايتل بتاعه ايه، قول لي يا باشمهندس، قول لي يا عمر، قول لي يا عمور، المهم ان احنا نخلص شغل صح. مع بعض ونطلع احسن برودكت ممكن صح. نطلعه، ونشتغل كتيم بهارموني وكل حاجه. ليه المبدأ ده، مبدأ الاوبريشن ده بيختلف في الاكاديميا؟ ان احنا بنبقى انا والطالب العلاقه بينا مش ان احنا ازاي نوصل للتارجت بتاعنا، ان انا اخلص المنهج اللي انا جاي اديهولك وان انت تستوعب المنهج ده كويس. بتتحول الى تحديات، اختبارات مره واحده، الطالب اطلع بره مش عارف ايه، اطلع بره مش عارف ايه، انا هوريكو، انا هبهدلكو، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ليه اشمعنى ده موجود في الاكاديميا مش موجود في القطاع الخاص؟ يعني اشمعنى بالذات مجال الاكاديميا؟ لان في ناس كتير في مجال الاكاديميا بيواجهوا الحاجه دي، قليلين بيواجهوها في القطاع الخاص. يعني مش هينفع للاسف نحط المقارنه دي، علشان ده يعني ما ينفعش مثلا نقارن الهيراركي بتاع المؤسسات الخاصه بشركه ديجيتال ماركتنج ايجنسي وما بين قطاع المقاولات. دي قصه ثانيه ودي قصه ثانيه خالص. المجال الاكاديمي مشكلته او مش مشكلته، هو في يعني حد بيبرومت حاجه، بيشرح حاجه، وفي ريسيفر قدامي ما بتتعكس. فبالتالي التشالنج او يعني الفكره بقى ما بتبقاش ان في جول احنا كلنا مع بعض فيه بنحاول نوصل له زي الشركه. لا، المعيد وظيفته ان هو يقدم حاجه الصح اللي ربنا قال عليه ان هو يقدمها على اكمل وجه. وطالما قال لي يا جماعه حد عنده سؤال، حد عنده حاجه ومشي، فهو كده عمل اللي عليه. طالما هو فعلا شرح واستنى اسئله الشباب، كده خلص اللي عليه. مفيش جول ان هو يوصل لحاجه معينه. يعني الرانك الجامعه مش هيتحسن بالطلبه قوي، غير بقى طبعا لو احنا بنشر او حاجات تانية مختلفه كتير. فبالتالي الجول بتاع الطالب والجول بتاع الدكتور، طبعا في دكاتره ومعيدين بيحطوا الجول بتاعهم ان الناس كلها تدريبن ان احنا نجيب جريدز حلو. طبعا ساعتها مفيش كيرف يعني تبقى مصيبه. بس يعني الجول ان هو بس يشرح ويخلص عليه النهارده، مش على اللونج ران للاسف. فبالتالي بيحصل بقى حته ان احنا مش تيم، وان انا اعلى منك، وان انا معيد واكبر منك في السن. لا، ما انت كده دخلت نقطه مش صح، دخلت نقطه مش كويسه في الشغل. في سينيور وفي جونيور وفي تيم ليدر وفي اتش او دي وفي حاجات كتيره، بس في الاول احنا ما خلصناش شغلنا، احنا كلنا هنترمي بره. كلنا نبقى نفس التايتل عطله. فيعني لا، في الكوربريت في ستايل للشغل معين، لكن هناك في ستايل تاني. انا رايي بقى الشخصي في الموضوع ده حاجه مهمه قوي. دلوقتي انا تيم ليدر او سينيور وات ايفر، اتعامل مع الناس اللي تحتي بستايل طف شويه، بس اكون صديق ليهم. بمعنى في تسليمه مثلا، ان احنا نخلص ديزاين فلور مثلا كامله بالبيمز بالسلاب بتاع بوست تنشن بكل حاجه، فانا بالتالي محتاج ان انا الديدلاين دوت يخلص في خلال يومين. لو انا بقى رحت يلا يا جماعه نروح نجيب فطار عشان احنا صحاب قوي بقى، ويلا كوفي بقى ويلا بريك، انا كده بتمرقع، انا كده هوقع الشركه، انا كده عبيط. لكن لما انا اجيب للناس اقول لهم جماعه احنا محتاجين بس نخلصها والدنيا تمشي وي وي وي، وابقى طف معاهم، مفيش بريكس النهارده خالص، محتاجين نخلص الدنيا عشان ما يبقاش فيه اوعاد بعد الساعه 6، ما يبقاش فيه كذا كذا كذا، انا كده كويس. وانس مثلا لا قدر الله ان واحد غاب اتمرقع بره، حصلت له مشكله، انا صديق معاه في حته ان انا ما بلغش عنه. انت بره تمام، انا شلت شغلك، مش هنتكلم دلوقتي، خلاص المشروع بتاعنا وانا وانت هنتصرفها مع بعض. ده سينيور كويس ماشي طف في الشغل كويس ومش بيرسونالي وحش، فبالتالي تمام الورك انفايرمنت كده بالانسد. لكن لما انا ابقى فريندلي قوي، ورك بالانس بتبدا تضعف. لما ابقى طف قوي وابلغ عن الناس وتبقى مصيبه، لا، طالما الموضوع في ايدي ان انا اهندله مفيش مشاكل. بس خلي بالك الازمه بتاعت مثلا ان انت في ناس كتير بتقول لا هو صعب ان هو يعمل نفس التارجت ده بتاع الشركات بسبب ان هو قاعد بيتعامل مع طلبه لسه مش ناضجين، لسه مش واعيين، جايين يهزروا، فمش مش زي اللي جاي الشركه اكل عيشه هيبقى ملتزم. بس في الشركات برضو بيبقى في حته الانترنشيبس، والانترنشيبس لما بتيجي بتتعامل معاهم بتلاقيهم معظمهم، يعني مره مدير بيقول للانترنشيب انتوا هتفضلوا النهارده للساعه 7 عشان نخلص شغل وكده، وهو كان عنده مشوار فاتحرك الساعه 4 وهو مدير القسم. فالانترن بيقول له انت يعني انا اقعد ليه وانت هتمشي بدري؟ انت هنا بتتخيل قد ايه من البلاهه الانترنز ان هو بيقول للمدير بتاعه اللي اكبر منه سنا 12 سنه انت ليه هتروح وانا اللي هقعد؟ فانا قصدي انا متفاهم الحته دي، بس برضو بيبقى في حته
يا جماعه يعني المديرين الكويسين، في مديرين برضو مش كويسين، المديرين الكويسين بيبقى عندهم حته يا جماعه احنا اصحاب، احنا كل حاجه، كلنا مركب واحده، اتجدعنوا معايا ونقعد بالظبط. نخلص كل حاجه. والناس دي لما بتكون بتعملها كده بتكون عايزه تديك عينيهم، صح، يقعدوا حصل. معاك حصل. احنا تحت امرك، نقعد نخلص الدنيا دي كلها، احنا في ظهرك، صح. فاهم. قصاد كده في ناس كتير ما بتعرفش تخلص الموضوع ده وهم في الجامعه لما يكونوا معيدين. انا كان عندنا معيد كنت بحبه جدا، كان بيديني properties of، لا مش properties of concrete، mechanics of materials. لا اللي هي مش كانت اسمها زي السبيشال كونكريت بس كانت ماده تانية، سبيشال توبكس. سبيشال توبكس الثانيه بقى اللي بعدها الاخيره بتاعت الانكرز واداني الديورابيلتي برضه. اوكي. الباشمهندس لما انا من كتر ما احنا كنا، من كتر ما هو لطيف ومن كتر ما احنا اصحابه، من الطف الناس اللي اتعاملت معاها في الجامعه فعلا، الله يبارك له يعني. احنا مره كنا متاخرين في التسليمه وكنا في رمضان، وكانوا الشباب كل الجروبس التانية مش عايزين يشتغلوا وكده ولازم نسلم. وقتها انا فاكر انا رحت قلت للباشمهندس احنا انا والجروب بتاعي تحت امرك يا باشمهندس، احنا هنقعد بعد التوتوريال، وبعد كده قعدنا بعد التوتوريال ساعتين خلصنا كل حاجه عشان نسلم للدكتور بعديها بيوم. حلو قوي. فمن هنا انت بتولد الصداقه دي، بتولد الجدعنه. صح. انت صاحبي فانا جدع معاك. صح. فاهم. بس لا ما بنلاقيش كده كتير يعني. حته يعني ممكن اقول لك حته التيم وورك، او حته ان انا ممكن اكون بتعامل وانا معيد مع اطفال اكتر من ان انا في ارض الواقع بقى في الشغل بنتعامل مع ناس كبار شويه. دي لاحظتها في حاجه بسيطه قوي. كنت دايما بقول هو انا في الجامعه مش انا اللي بدفع فلوس، اهلي هم اللي بيدفعوا، فبالتالي ممكن ما اقدرش النعمه قوي. لكن لما انا احجز كورس بايدي وادفع فلوس كتير وما احضرش، حصل كتير. احنا بندي كورسات وناس بتيجي بتحجز ما يسالوش فينا، واحنا نتصل بيهم ما يردوش، نبعت لهم يعني احنا في مصلحتنا هم ما يجوش، نتصل بيهم نقول لهم تعالوا يعني ايه اللي حصل ما جيتوش ليه؟ لا اصل اسباب غريبه جدا. يا جماعه انتوا دافعين فلوس النهارده ما جيتوش ليه؟ فتولد عندي حته كده. ومثلا حد تاني يقول لك ايه، انا حضرت السيشن بتاعت من 3 اسابيع بس ما فهمتش حاجه. طب انت فين؟ كنت فين ساعتها؟ كنت فين بعدها باسبوع؟ بعدها باسبوعين؟ انت كنت فين من اللقطه دي كلها؟ فحس ان الناس بتبقى اطفال برضو، في بعض الناس بتبقى شخصيتها اللي هي ايه طفوليه برضو ستيل حتى لو اتخرجوا، بس دوت لسبب ان هم ما خدوش على دماغهم قوي وعرفوا قيمه النعمه او قيمه الحاجه اللي في ايديهم. الطلبه فعلا بس الطلبه المهندسين الصراحه مش قوي في الموضوع دوت، ما بيبقوش شايلدش قوي اكتر من ان انت جاي ممكن بس تتمرقع شويه مع نفسك ومن ثم تاخد اول كويس في عينك بعد كده ترجع تاني تتلم تاني. ايوه تبدا تتلم، وكل ما تبعد شويه تلاقي كويس تاني تبدا ترجع تاني. ممكن الناس فعلا ما تحسش ان هي مسؤوله قوي، بس الميزه في الاديوكيشن ان انت لو شايف ان انت مش مسؤول فانت اللي هتضر نفسك. مفيش حد مستنيك. الجامعه ماشيه وبتطلع في الرانك عادي جدا، مش هتلبسها في حد غيرك، انت اللي هتلبسها. لكن لو شركه بقى للاسف ممكن تلبسها لحد. ايوه فدي ممكن يكون الفرق ما بين الاثنين يعني. انا في فيديوهات عايز اوريها لك. اوكي عايزين وتقول لي رايك ايه. ده اول فيديو. بتقول لي واحد بقول لك واحد رجال لقيتك مش زلمه ولا رجل، انت نثينج مخك. طبعا انا ما بقصدكم كلكم، بقصد معظمكم انه انتم لا تحترموا انفسكم، وبالتالي انا مش راح احترمكم قادرين، وراح اجيب لك امتحان مخك يخر. رايك يا باشمهندس؟ يعني ده عنده عقده نفسيه. أيوة. يعني هو ده في الاغلب يعني هو وصل للمرض، هو ده مش حد طبيعي. ممكن يبقوا الطلبه هم اللي وصلوا للمرحله دي. مفيش حاجه اسمها كده. يعني مفيش، يعني انا لو حلو مع الطلبه من الاول بصراحه انا عمري ما شفتها ان انا كنت حلو مع ناس مره واحده قلبوا عليا. في البيزنس بتحصل كتير، بس ان انا مع طلبه وانا صديق، مش صديق ليهم، مش صديق دي مش ان احنا بنخرج مع بعض، بس اللي هو ايه مش بيكرهوني وانا مش بكرههم فيا، مستحيل يوصلوني للدرجه دي. يعني ماشي ساعات بيطلع حاجات من طلبه كده ان هم يعملوا حاجات ديسريسبكتفول ليا، ساعات هم اللي بيتعاقبوا مش انا اللي بعاقب الناس كلها عليها.
انا كده خليت حته اللي هي ايه السيئه تعم، ده مش صح. انا هتحاسب على الكلام دوت. ماشي طلب ضايقني عاقبه هو، مش مثلا حصل يعني اكزامبل للاسف حصل معايا انا. كان في معيد الله يمسيه بالخير، عملنا موقف طريف يعني، كناش يعني بنتكلم شويه بتاع بنعمل حاجات، مره واحده ساب حاجته قام طلع بره وقال كلكم غياب النهارده وفي كويز المره الجايه. ليه انا اتعاقب؟ انا اتعاقب شخصيا مفيش مشاكل، بس ليه تعم كل حاجه يعني؟ ما تحسسش ان الموضوع هو كان اوفر قوي ساعتها، وكان الموضوع سيء جدا، وساعتها المعيد دوت ساب الماده وفي معيد جه غيره. فما اظنش عدى عليك المعيد دوت الحمد لله لو عدى كان قطع شرايين ده اتقمص مني. لا حتى لو في حاجات disrespectful من الطلبه شويه تيجي ما فيش مشاكل، بس مش درجه ان انا اشتم طالب او اقول له كلام يجرحه او اقول للناس كلها ان انتوا هتسقطوا. انا مش يعني انا مش اللي هو ايه، مش كبيرهم علشان اقول لهم انتوا هسقطكم مثلا واسيطر على مستقبلكم او هكذا. بخصوص اشتمكم دي عندي فيديو تاني. يخرج يتفضل دقيقة يخرج، اللي يقعد يوزع الجزمة بقى يقفل بوقه. شوف رايك يا باشمهندس؟ اوه هوت ستاف. هو انا كده قلت من نفسي يعني، هو بعيد عن الطالب، هو انا قلت من نفسي لما انا ابقى في انا والدتي دكتوره جامعه. ممكن اقول ان دي most prestigious title في البلد. انا ده اقتناعي الشخصي. حد كرس حياته للعلم والنشر، وحد بيساعد على تطور البلد، فده من احسن الوظائف الموجوده. فبالتالي لما انا بشوف مامتي وحضرت لها كذا سيشن عامه وهي بتديها في الكليه، لا حد ريسبكتفول بيطلع معلومات كويسه، واثق من نفسه، حد اللي هو ايه تقعد تسمع له. كلمه ان انت تقعد تسمع لحد دي كبيره قوي. لما انت بتقعد مع بيزنس مان كبير محترم تقعد تسمع له تحس ان انت متكيف. ده نفس دكتور الجامعه. ما ينفعش ان انت تقلل من نفسك كده. الطالب دوت ولا عمل حاجه في حياته ولا انجز ربع انجازك، ما ينفعش ان انت تقل من نفسك وتشتم وهكذا. كتير جدا حصلت ان المعيدين ودكاتره شتموا طلاب شتمتهم كتير جدا. وانا بقى رايي ان هو لا، ما اظنش ان ده غلط فيهم، هم اللي اتشتموا فهيشتموا. مش بقى حته اكبر مني مش اكبر مني، شخص كبير شتم ابويا وامي، لا انا اسف. بالاب والام كمان كتير كتير جدا حصل. وفي ناس اترمى عليها حاجات قصص كده كتير قوي كانت سيئه يعني. فلا انا المفروض ما اقلش من نفسي قوي كده. في الاول وفي الاخر ده طالب انا بايدي ان انا اسقطه بتاع الامر. ان انا اعمل الفاظ وشتايم وكده هقل من نفسي على الفاضي. السؤال يا باشمهندس، الترمات اللي فاتت دي ايه اسوأ حاجه حصلت؟ والله انا هقول لك على موقف تاني حصل في فاينل قبل كده كنت براقبه. المفروض بقى اسرتي ما تطلعش بس يعني احنا بنتكلم جنرال يعني قوي، مش هنقول اي حاجه يعني. ايوه هو طبعا الغش ده دايما بيحصل، بس الاسوأ من الغش بصراحه ده اللي بيضايقني قوي. حته اللي هو ايه، قبل الميد ترم يبتدي الطلبه بلاقيهم بيسالوني بيبعتوا لي ميد ترم صعب ولا سهل، صعب ولا سهل. انا مش هقول لك كده يعني لو اتشقلبت عشان انا ما اعرفش. دي نقطه تانية يعني مش عارف ايه الاي كيو بتاعك هيشوفه يعني سهل ولا صعب. مش هقول لك سهل او صعب، بس اللي هو لا ما تسالنيش عن حاجه زي كده. الاقيه داخل الامتحان عمال يغش ويتنيل على عينه، وبعد ما يخلص يقول لي الامتحان كان صعب. ايه اللي صعب في انك تنقل؟ صعب انا انت منه ده كان غلط، دي مصيبه ثانيه. اكتر حاجه بكرهها ان طالب يغش. بصراحه الغش دوت معناه ان هو ليه طالب ما يغشش؟ ان هو يخاف يتسحب منه الورقه. ما اظنش ان هو يخاف من ربنا اصلا. اللي بيغش ده خلاص يعني حتى دي ما بقتش عنده، بس حته يتسحب منه الورقه، تعمل له محضر، يتسحب منه الكارنيه، شو هذا الكلام الحلو دوت. بس في طلبه بتقول لنفسهم ايه، الناس دي بتخافش ربنا. فاحنا خلاص بقى احنا ايه ما دام احنا بنلعبها كده يعني، وانا كان حد سمع عليا يعني. فبالتالي هو ده تمام. بلس النقطه الثانيه اللي هو خايف ان يتسحب منه يتعمل له محضر بتاع، فبالتالي انت تغش معنى كده ان انت بتتحدى اللي قدامك. طب هو اللي قدامك ده كان فعلا يعني انت ند ليه
لا اللي قدامك دوت من حقه ان هو فعلا يوقفك سنه سنتين، يوديك في داهيه، مش من ميد تيرم، من فاينل مثلا. فلو عملت كده فيا which means ان انا قدامك عبيط، فبالتالي لا. دي نقطة مهمة. من وانا في الجامعة ليه كان المعيد، انا برضو عايز افهم البرسبكتيف، ليه كان المعيد بيحس ان هو عبيط لو انا غشيت، او ليه كان بيحس ان انا بقل من احترامه او اهو it's just business. يعني انا ناقصني درجة عايز اجيبها بس، يعني الموضوع والله مش شخصي خالص يعني. الاسعار ولعت. لو انت متذكر لما انا كنت بديلكوا كويزات، انا من الناس اللي هو بقى مش بروح لكل واحد واقول له طلع اللي في جيبك وقوم واقف وريني الساعه والموبايل والمحفظه اشوف معاك كام. الكلام الفاضي الغريب اللي بيحصل ده ويفتشك تفتيش ذاتي وفي الاخر هتعيش. تمام يعني هو كده خلينا منطقيين. كنتش من الناس دي، بس من الناس اللي بتلف وتعدي. لو لقيت ورقه مثلا زياده او كده اقوم واخدها، لو لقيت ورقتين زياده اقوم مش هطيب لك على ورقه، حاجات كده حلوه. فلما الاقي طالب بيغش بكل بساطه بشيل ضميري، يعني ماشي بفهمه اللي انت بتعمله ده غلط، ساعتها بشيل ضميري بقى في التصحيح. مش حته ان انا بنقصه اكتر، لا، بتقي ربنا قوي بقى في التصحيح. لو مش هفوت لك انت حاجة. مطلوب منك اكس واي زد، طلعت لي اكس واي، انت مطلوب منك الزد كلها، تلت السؤال راح. عملت غلطه في الاول جرت معاك، انت من الاول صفر خلاص. وانا قدام أيوة ربنا انا مش غلطان. بتبقى في معيدين فعلا وحضرتك كنت منهم، بيبقى اللي هو طالما شايفك شغال صح وفاهم ان دماغك كويسه فبيساعدك شويه في التصحيح، لانه خلاص فاهم ان المعلومه وصلت ماشي. لك. انت مطلوب منك تطلع الحاجه دي بالايكويشن دي، وعوضت للاسف الكالكوليتر طلعها غلط، انا ناقصك حته بس في الحته دي، مش لازم اجر لك السؤال. فبالتالي بقى انا بشيل ايدي بقى من الحته دي خالص. لا يا باشا انت غلطت في الاول، تصفر لك. وبلاقي بقى كتير انت اساسا انت واحد بتغش، فانت اكيد هتغلط، فانت خلاص هتشال منك. فلما انا احس ان طالب مش عامل لي قيمه وحاسس ان هو طب انا هغش ولو خدها مني مش مشكله، لا، ما انت كده مش مديني اعتباري وانا بساعدك واقف جنبك. فلو عملت كده حاسس ان انا اتضايقت. وبصراحه لما عملت كده، يعني لما حسست الطلبه قد ايه انا مستاء من الحته دي، عايز اقول لك ان هم جم اعتذروا لي على حاجه، ودي انبسطتني. اللي هو انت فعلا حسيت بان انت عملت حاجه غلط، ممكن فيما بعد ما تعمل هاش تاني وخلاص انا كنت شلتها من عليك. انا عارف ان هو ما غش تاني مش مشكله، بس اتليست صحيت حته في ضميرك. طب بجد والله يعني غير ان طبعا الموضوع ده حرام 100%، بس احنا هنا بنتكلم عن طالب زي ما انت بتقول اللي هو مش بيفكر اصلا في الحاجات دي للاسف يعني. غير كده ليه المعيد بيحس ان هو انت بتهني لما بتغش؟ ايوه، ما انت مش مديها اعتباري. ما هو انت لو خايف مني مش هتعملها، لكن هو عشان خايف منك بيستنى ما تلف ظهرك. لا انت تعالى كده احترام، لازم الاحترام. تمام يا سيدي، ربنا يبارك لك. لا يعني تخيل مثلا، ايماجن قدامك اشد دكتور عندنا في الكليه، حاول تغش، شوف هيعمل فيك ايه. لو حطيت ده قدامك دايما هتقول لا انا هترفض لو عملت كده. اللي هو طيب احسن بقى. يعني جامبلينج. طيب حصلت قبل كده في فاينل، ودي بصراحه اللي كانت من الديسيجنز الصعبه اللي انا كنت اعملها، عشان كده اول مره اتعرض لحاجه زي كده. انا في الفاينل يعني انا طبعا بيطلب مني مراقبات، فكان مراقبه امتحان ما وات ايفر. انا بصراحه في اللجان دي بقى ببقى اكيوريت قوي بقى، لا ابعد على كل واحد وحاجتك وريك الكتب من ظهره، بفتش بقى تفتيش ذاتي لسبب ان خلاص انت اخر نقطه وهتطلع الليفل اللي بعده يا اما هتتخرج. فلو انا ما وقفتكش في الحته دي انا ممكن اتحاسب طول حياتي بسببك انت، فلا انا محتاج ان انا اتليست اعمل الجزء بتاعي. فكانت قاعه كبيره قوي. القاعه الكبيره دي لو كان في حوالي مثلا 120 150 واحد بيمتحن، كانت ماده مفتوحه يعني، وكان في حوالي 4 5 معيدين، قصه كده كبيره وثلاث دكاتره وليله يعني. سبحان الله كنت قاعد في نص اللجنه، كنت المعيدين بقى بيتقسموا وبيبدلوا كده عشان بس ما يزهقوش. كنت قاعد كده فبصيت كده في ظهري، لقيت ان في 2 بدلوا حاجه. فانا اللي هو وكان في معيده قدامهم، فانا اللي هو انت ما خدتيش بالك يعني. فسكت كده، قمت قلت لا انا محتاج ارجع اشوف ايه الدنيا. فانا رايح لهم لقيتهم بيبصوا لي، فانا بعرف الشخص اللي قدامي ان في حاجه غلط، بص لي قوي ومستنيني اجي، اكيد مش مستنيني يسالني. فرحت لواحد فيهم قلت له انت كنت بتدي حاجه لصاحبك؟ قال لي كنت بدي له كالكوليتور. فرحت لصاحبه قلت له انت كنت تاخد منه حاجه؟ قال لي كالكوليتور، وقام شاور لي على الكالكوليتور.
فانا مش قادر اخد عليهم حاجه، هو فعلا مفيش ورق في ايديهم، مفيش حاجه، مجرد الورق اللي قدامهم. فاللي هو الشباب دي استفزتني قوي. يمكن فعلا كان بيديله كالكوليتر وبتاع. فرجعت تاني مكاني، قلت هو ايه الهبل اللي انا فيه ده؟ الكالكوليتر ايه بتاعي بس اللي ياخدوه من بعض. فرحت لهم وقلت لهم معلش عايز ابص على اسمك على الورق. لقيت ان هي ورقه بتاعت صاحبه، بدلوا الورق في الامتحان. انا بصراحه يعني مش عارف، انا ساعتها وانا ببص انا كان ضربات قلبي زادت عشان تشوق بيه في حاجه هتحصل. انا مش عارف هو ازاي جاله الجرأه ان هو يعمل حاجه زي كده. لو انت بدلت الورقه ده، احنا لما يعني لو الواحد كان بيغش يبقى كذب حاجه عمل حاجه، لكن ما تبدلش ورقه. فاللي هو لقيت ورقه دي متبدله وورقه ده متبدل. فساعتها بقى كان one of 3 options. اوبشن اولاني ان انا كنت اروح اقول للدكتور واقول له انه عمل 1 2 3، وساعتها بقى خلاص هو هيتمحي منه 3 امتحانات. وغير كده بقى كان هيكره الجامعه ويكره الكليه ويكرهني ويكره الدكتوره. بس مش غلطتي. والحاجه الثانيه ان انا اسكت، وساعتها دي لا دي بقى مستحيل، دي بالذات ما ينفعش. اولا مش مادتي، ثانيا ده فعلا خلاص اخر ستيب خالص. يعني لو كانت في كويز خلاص هشيل الكويز دوت وعادي وكده كده بيتحسب مثلا كويز ولا حاجه. يا اما الخطوه الثالثه بقى ان انا اقول لهم بدلوا الورق وبتاع وبدل مكانهم مثلا او حاجه. ومش لازم بقى تعرف اللي حصل. اكيد الحل الأسوأ. بس يعني ساعتها كان لازم الواحد يتصرف. ايوه طبعا، لو بالذات لو مش مادتك. مش مادتي. وبعدين انت عملت حاجه انت لازم تعرف ان دي غلطه ولازم تعاقب عليها طول حياتك. للاسف حاجه هتاثر فيك طول حياتك وهتفضل فاكرها. فممكن دي تمحي من عليك حاجه كنت هتعملها كانت هتوديك في 60 ده ساعتها. ده في الاول في الاخر امتحان ودرجات، وبعد 10 سنين هتنسى اصلا ان انت كنت في الجامعه دي وخلاص عادي. لكن اتليست الحته دي بقت عندك ان انا لو عملت كذا ممكن اتحاسب عليه. طب يا باشمهندس، دلوقتي انت بتنصح الطلبه اللي لسه داخلين الكليه جديد ياخدوا كورسات ولا يعرفوا يكملوا بدون كورسات، اعدادي بالذات؟ طب معلش، انت كورسات قصدك بيها دروس ولا كورسز؟ لا دروس، اللي هي درس في ماده كذا، درس في ماده كذا. لان احنا كنا في اعدادي كانوا بيعملوا علينا شغل ابن حرام يعني بالدروس دي. طيب طبعا حته الدروس ما انصحش بيها خالص خالص. انا عارف ان ده بيزنس كامل قائم على الموضوع. بس يعني ان انا اخد الدرس ده اللي انا قصدي بيه درس في ماده، مش درس تكنيكال او مش كورس تكنيكال. يعني درس في ماده، يعني انا باخد ماده الجبرا اخد لها درس. كبرنا قوي يا جماعه. يعني بمعنى احنا في ثانويه عامه اساسا كنا عارفين من الحوار. ليه اخش الجامعه اكمل نفس السيكونس؟ مخك بيتحط فيه نقطه ان انا لازم حد يشربني مش يدهاني يدهانك. انت خدتها في الكليه يشربها لك. هو انت بتشيل من دماغك حته ان هو يتعب شويه يفكر، حته ان انا اعصر دماغي واصدع واجوع عشان دماغي بذلت مجهود وعملت انرجي في التفكير. ده بتحسن جدا من اداء الشخص. معظم الناس اللي بتاخد دروس بيبقى عندها ريزون غريب جدا. اصل الدكتور مش بيشرح حلو، اصل المعيد مش كويس. مين قال كده؟ ماده بتتاخد بقى لها سنين ضوئيه وانت جاي دلوقتي مش انت اللي هتقول لي اذا كان بتتشرح صح او غلط. ممكن يكون فيها حاجات بتتشرح او ماده صعبه، بس كان بيبقى ساعات في مواد بيبقى الدكتور او المعيد بيشرحوا غالبا كان بيبقى الدكتور مش المعيد كان بيبقى لسه متخرج قريب ففاهم هيوصل ازاي المعلومه دي للناس اللي معاه. كان بيبقى الدكتور اللي بيشرحها بطريقه غير خالص الطريقه اللي هيسالك فيها في الامتحان. مش فاكر امثله ومش هقول امثله، بس يعني كان فعلا في مواد مثلا يبقى الدكتور بيشرحها بشكل نظري جدا، تحسها ماده نظري كلها اصلا، بعدين تلاقي مسائل جوه اللي جاب الديفرنشال هي دي ماده ايه دي. فدي واحده من الامثله مثلا. طيب انت عارف بقى انت دلوقتي لما تروح تاخد درس عشان حاجه زي كده ايه اللي هيحصل؟ السيستم بتاعه هيفضل مكمل. اصلا ما فيش حد وقف، مش حد قال له ان انت بتعمله دوت يا دكتور
محتاج يجيت ابديتد، ومش انت اللي هتقول له. مش احنا اللي على هنروح وانا نقول اللي قلت له. ان شاء الله هنروح نقول للدكتور يا دكتور انت شرحك ده غلط، انت مصيبه. يطير فيها رقاب دي. طب زي اللي حصل في الفيديو يعني. بس تقدموا ريبورت، تقدموا حاجه تقول ان احنا بيحصل 1 2 3 ودوت احنا بس فعلا مش مستوعبين. انا بتشرح لي اكس بمتحن في اي حاجه اللي هو ما هو يا باشمهندس انت بتبقى خايف تفتح بقك وتتكلم، لا. لان انت في دكاتره لو بيقول لك ايه الدفعه دي انا مش عاجبها، يعني الدفعه دي هتعلمني، طب تعالوا لي يعني والدنيا تضلم بعدها. هي كده كده ضلمه. بص هي كده كده ضلمه، بس اوبشن ان انا اخد كورس او درس في الماده دي ده مش صح. انا كده خلاص مبدئيا فلوس زياده جدا، يعني فلوس كتير حرام تضيع يعني. دي اول نقطه. تاني نقطه ان انا بمحي من دماغي حته يعني في طلبه في مواد كده معروفه في مدني هندسه باخد درس عند فلان. الناس بلاقيها بتروح، انا بروح علشان هو اللي بيخليني بيساعدني اذاكر. انت بتروح تعمل ايه يا ابني؟ بيساعدني اذاكر، وهو اساسا ولا بيحل شتات ولا بيفتح حاجه ولا بيعمل اساينمنت. هو بيروح بيحل الاساينمنت بكوبي بيست. يعني لو امكن يصوره ويطبع الورقه ويحطها هيعمل كده. فانا كده ما انجزتش حاجه. اخش بقى الفاينل، يا ده الدكتور ده صعب قوي وبتاع، فاينل صعب وبتاع. انا كنت ما بحضرش التوتوريالز والمحاضرات، كنت يعني عشان بس كان عشان بنقطتين كنت بحضرها يعني بحاول. وبعدين بروح للكورس ده احجز الترم وما اروحش الكورس برضه. اقعد بقى انام في البيت عشان تعرف اهو ده ورايا اسايمنتات كتير. ده المثال اللي قلنا عليه الناس تدفع فلوس في كورس ما تحضرش. بس ده عشان ضميره بس. انا لو كنت بحضر جامعه ولا كورس بيحط بينفست في الكورسات. كنت بدعم بس الراجل يعني كان شكله شقيان. فلا انا ضد جدا الموضوع دوت، لكن انا مع مش مع برضه يعني. هو الدرس عمره ما هيضيف لي حاجه عن اللي اتشرح لي، لسبب ان انا قلتها كلمه وهفضل طول عمري اقولها: التعليم الاكاديمي يعني you can never learn it anywhere else. خلاص انت مش هينفع تتعلم الكلام ده في اي حته تانية. انا باخد ماجستير اهو وهاخد PhD، انا الكلام اللي انا درسته وانا طالب مش هاخده تاني، باخد حاجات ادفانسد او حاجات مختلفه. شرح لي اكس واي زد خلاص اتس اوفر. حتى لو جبت مراجع اكواد بتاع دروس مش حد يشرح لك الجزء ده تاني. تخيل كده ان انت فعلا عديت شابتر من حياتك you can never return back. خلاص معاك سلايدز مش هتشرح لك تاني خلاص. لو انت سقطت حاجه مفيش حد هيعرف يشرحه لك. اخرك بقى ان انت تاخد دروس او كورسز بقى تكنيكال تقول لك البرنامج دوت بيشتغل 1 2 3. طب البرنامج دوت ابتدى امتى او اشتغل امتى؟ لا ده في الكليه شرحوا لنا الفاينانت ايلمنت دوت كان يعني ايه، والبروجرامينج دوت مش ازاي وبتاع. لكن حد هيقول لك تاني لا، هيقول لك ازاي تستخدم الانترفيس بس. نستفيد منها يا جماعه. فعلا 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 الكليه من ابسط واحلى الجيرنيز اللي ممكن تاخدها في حياتك. اولا بتقابل فيها ناس صحابك بتكمل بيهم طول حياتك، بتقابل فيها ناس كويسه جدا، بتحس باكسبيرينس ثانيه في حياتك، بتحس ان انت مش مضغوط، حياتك ماشيه تمام. يعني الناس بتقول ان انا الكليه دي انا ما عنديش وقت ومش قادر اخرج. انت ما شفتش حاجه بعد التخرج عامله ازاي؟ بتضلم معاك. ما ضلمت يا فندم. بتضلم معاك والله. بص على لكن ففعلا حياتك بتلاقيها بتخش في كابوس كده مش احسن حاجه. انت الكليه سهله قوي، ناس واخداها على صدرها قوي. هو الكليه صعبه وامتحانات، انت مصعبه على نفسك. الموضوع ابسط من كده بكتير والله يا ابني. انا فاكر وانا طالب كان في كويز علينا، المعيد قال لنا على الكويز دوت قبلها ب3 ايام. احنا كنا بانكت جدا، هو يا باشمهندس ده تقول لنا قبلها ب3 ايام ما ذاكرناش. المعيد قال لنا يا جماعه تعالوا هنحل مساله شبهها قبل الكويز وندوس. انا بصراحه كنت بترست المعيد دوت، فقلت يلا بينا ندوس وبتاع. انت تتفق او تختلف مع اللي بيقول لك هديكوا الناس اللي بتاخد كورسات عشان تاخد امثله من الامتحانات، نماذج امتحانات؟ طيب هو النماذج دي اصلا جت ازاي؟ امتحانات قديمه متهربه اللي قلتها. بس هنا برضو يلام الدكتور واللي بيدي الكورسات، لان الدكتور ما بيجددش امتحاناته، المفروض يبقى خلينا نتكلم على سيستم الاديوكيشن عامه في النقطه اللي جايه. طبعا ان يتسرب امتحان اولا دي غلطه
من المعيدين غلطه من المعيدين والدكاتره ان هو يتسرب اصلا. تاني نقطه ان انا كطالب اخده وابيعه، يا جماعه دي فلوس صرف حرام. مش بيبيعوا فعلا. ايوه بيبيعوا. اللي بيدينا كورسات، مش بيدي حب يعني، اللي بيدينا كورسات كان بيقول تقريبا الصفحه ب 500 ولا حاجه شبه كده. حاجه اللي هو اي يعني بيزنس كوين برضه فاهم، بيدفع مش شغال عليه مفتوح عليه. فلا انا ضد جدا الكلام دوت. خلينا نقول بقى، هو انا بلوم الشخص دوت ولا الطالب ولا الدكتور؟ انا بلوم الثلاثه. فعشان انا معيد، معظم في معيدين بيحموا اللي بيحطوا كويزز، وفي دكاتره هم اللي بيحطوها وات ايفر بقى السيستم هم ماشيينه ازاي. لو انا ما جددتش فانا ما لومش غير نفسي يعني، ما اقولش او ليه الطلبه بتغش او ليه الطلبه سهله او ليه الدرجات كويسه، وانا اللي ما جددتش والطلبه متعوده على السيستم ده والطلبه متسرب لها الحاجات دي. يعني انا اسف الكويزات بتتسرب عادي، ما كده كده ورقه بتروح معاهم عادي. حد بيختلس الصوره، حاجه بتحصل عادي، فالحاجات دي بتتسرب بسهوله اسهل بكتير جدا من الميد تيرمز والفاينلز. فدي غلطتي. يبقى انا ما اقولش بقى ان انتوا ناس مش شاطره، لا انا اللي مش جدي، انا مش جدي في شغلي، فطالما ما جددتش يبقى انا ما لومش غير نفسي في حاجه زي كده. السؤال بقى هنا، هو اصلا يعني في الشركات والبيزنس سيكتورز والحاجات دي ازاي بقيس النجاح؟ بقيسه بالكي بي ايز. علم كامل، قصه كبيره في الكي بي ايز دي. هو انا ازاي في الكليه او في الجامعه نفس الكيوريكولم ما بتجددش غير كل 5-10 سنين، نفس الامتحانات، نفس السيستم، نفس كل حاجه، مع ان في تطور؟ ده يا جدع ده الناس كلها خلاص دخلت في البرمجه، انا ازاي كمهندس مدني ما عنديش فكره ازاي افتح اكسل؟ ازاي انا ما تحطليش حاجه زي كده؟ وللاسف لما جم حطوها لنا في مدني داسوا علينا فيها. لما جالنا شويه مواد فاينايت اليمنت و3 دي موديلنج ومواد في البرمجه وحاجات زي كده، جالنا حاجات خيال علمي واحنا اساسا مخنا لو انت لسه اتعلم طبق ابدع او في ماده واحده. ما ينفعش انت تقول لي اعمل لي برنامج، اعمل لي سوفت وير او اعمل لي حاجه بتحل لي كذا على سي بلس بلس وانا اصلا ما اعرفش ايه ده. انا عارف سي بلس بلس ده حرف وده سيمبل بس مش عارف انت تعمل ماده. فلازم تبقى تدريجيا واحده واحده. فانا فعلا فكرت في السؤال ده اللي هو ليه الحاجات دي ما بتتغيرش؟ مع ان في البيزنس انت كل شهر في حاجه ممكن تتغير، في سيستم كامل شركه ممكن يتغير في كل 2-3 يتغير عشان يواكب اللي بيحصل. لما دخل الاي اي كل الشركات مره واحده كده كلهم اتنفضوا، يلا اي اي يا باشا، يلا يرسع كيب اي بي ايز ظبط الدنيا، كل بقى في تطور. ليه احنا لسه ورا؟ ولا احنا بس يعني احنا كمصر بس؟ لا كل العالم كده. نادرا بقى غير بقى كالتك مثلا ولا ام اي تي، الحاجات التوب تير ما هي ماشي، هي اللي بتواكب، هي اساسا بتمشينا. هو ده صح ولا ده غلط؟ انا فعلا ما لقيتش اجابه للسؤال دوت غير حته ان انا ليه ما بجيبش ناس من الاندستري هي اللي تساعدني ان انا اخد ديسيجن في دوت. الكود المصري للخرسانه والستيل والاكواد كلها بيبقى فيه بارت منها دكاتره الجامعه هي اللي بتعمله، والبارت التاني بيساعدوه فيهم الناس اللي في الصناعه، ناس عامله مثلا دكتوراه وواحد فتح شركه فتح مصنع، وفي شركات بتتبنى او بتسبونسر الجامعات. ايوه بالظبط، حديد عز بقى والى اخره. والسويدي الحاجات دي كلها بيسبونسروا الكلام دوت. ليه؟ عشان الدكتور بيقول لي او البروفيسور، المفروض البروفيسور دوت يبقى اكتر شخص اساسا ملم بالواقع عشان هو بينشر وبيقرا وبيعمل. مش عارف الحته دي ليه نقصت وبقت الناس اللي هو ايه، لا السيستم على الدقه القديمه ومفيش تطور في الموضوع. فلا هو يقول لي ان احنا لازم الليميتيشنز بتاعتنا تبقى 1 2 3. تلاقي بتاع الاندستري يقول لك لا ده ما بيتمش كده، هو بيتم 1 2 3. خلاص بياخدوا راي دوت بياخدوا راي دوت، جزء منه انتربريشن بيحصل بيطلعوا نتيجه. ليه دوت ما بيحصلش في الكيوريكولم بتاعنا؟ ليه الكيوريكولم بتاعنا هو من اول ما دخلت ستراكشر 1 2 3 صعبه جدا و2 غريبه جدا، ديزاين 1 و2 3 صعب جدا، قشطه صعب جدا، ولكن لا احنا محتاجين نجدد. الفلكشويشنز في المواد دي بتبقى ممكن بسبب ان مفيش تعاون بين كل دكتور والتاني في الماده، ان هم ما اتفقوش احنا هنمشي الدنيا ازاي. لا هو طبعا هو بصراحه هو يعني اتليست في هندسه القاهره هم ماشيين سيستم حلو قوي، والدكاتره كلها متعاونه فعلا مع بعض في الموضوع، بس محتاجين نسمع الطلبه شويه. الطلبه هم ما عندهمش اكسبيرينس، يعني ما ينفعش طالب يجي يقول لك انا ار سي 2 دي الصراحه غريبه قوي، يعني انا افضل لا اخدها. لا انت ما تفضلش حاجه، انت تقعد تذاكر اللي انا اقول لك عليه. بس اسمعوا، يمكن الطالب دوت نفسه يضيف حاجه، يعمل حاجه، يجدد حاجه. انا نفسي ادخل في كل مواد البرمجه،
سهله، هندخلها بطريقه سهله، اي كيو 3 هيفهمها، بس ندخلها نحسس ان الطلبه ان انت مش بصمجي، نحسسهم ان انت بتاخد حاجه فعلا. بس في الاول في الاخر انت بتحل حاجه. انا اساسا عملت الكويز او الاساينمنت بالاكسل، فليه اخليك انت تكتبها مانيوال؟ ف it doesn't make sense الصراحه في الحته دي. والسيستم حتى الاديوكيشن دوت مش في مصر بس في البلد، في العالم كله غريب جدا. انت ليه ما بتواكبش شهريا؟ ليه لازم كل 5 سنين تحط ماده وتشيل ماده وتشيل سيمستر؟ في حاجه غلط. بس هذه القصه كلها يعني. انا اتشرفت بيك يا باشمهندس، شرف ليا والله. حقيقي واحده من امتع الحلقات بسبب ان انا عرفت اجيب حق الطلبه شويه من اللي انتوا بتعملوه فيهم. لا والله، هو انا بالعكس انا مبسوط ان انا دايما معاك، ودايما بنتقابل بنعمل حلقات حلوه. وفعلا انا يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا فعلا نقرب للطلبه ونقرب للناس اللي فعلا نفسهم ان هم يتسمعوا، وباذن الله فعلا يعني ارائنا كلها تتسمع، واللي صح هو اللي يمشي، سواء من راينا سواء راي الجامعه سواء راي الكليه وات ايفر. كده رايهم هم اللي مش قصه بس يعني. وانا مش ضد الموضوع ده بالعكس، بس اتليست الطلبه يبقى في 5% من الاستماع. السيرفي اللي بيتعمل دوت اتليست يطبق. انا عايز اقول لك ان انا فعلا انا ما اعرفش السيرفي بتاع الطلبه عليا لحد دلوقتي، لولا ان انا مثلا بعت شويه جوجل فورمز اسمع رايهم فيا. عرفت ان الطلبه جزء منهم منافق. بس لكن انا فعلا ما اعرفش الحاجه الحقيقيه. السيرفي اللي انا بكتبه دوت وبعلم اربعات دي دايما، انا عمري ما شفت انا فعلا معمول لي كده ولا لا. واتمنى ان انا اكون فعلا معمول لي اربعات يعني. انا ما حدش عامه، انا كنت بدي كله اربعات عشان ربنا لو يكرمك. حد يعني شاف محدش بالغلط سبيشال يعني. ماشي، عشان لو حد شافها بالغلط ما يشيلنيش الماده بس. اتشرفت بيك يا باشمهندس. انا اتشرف ليا اكتر جدا والله.